حفلة امبارح كانت هي حفلة خيرية أولى بتجمعني بوالدي الأستاذ أحمد فتحي، وهي حفلة خيرية ريعها بيذهب لجمعية البسمة الخيرية في مصر، وجمعية جمعية تانية عندنا في تهامة في اليمن. أنا شايفة أن ردود الأفعال كانت أفضل من المتوقع. الحفلة كانت الحمد لله فول هاوس في دار الأوبرا في المسرح الكبير، رغم الظروف الصعبة اللي والدي اتكلم عنها. كان في ماتش، كان في مدارس وجامعات، الناس كانت عندها التزامات، بس الحمد لله ما طولناش عليهم، كانوا ساعتين متواصلين من الطرب، ووصلنا بيهم الرسالة اللي احنا كنا عايزين نوصلها، وبالتالي أنا مبسوطة جدا بردود الأفعال. هي كانت أغنية بتحكي عن احتضان مصر للأمة العربية واحتضانها لليمن واليمنيين على وجه الخصوص. بالفعل امبارح كان في كتير من الإخوة اليمنيين اللي جايين على مصر يعني بعيدا عن الحرب أو هروبا من الحرب في اليمن، وأنا شفت إن هي فرصة مواتية جدا إن أنا أقدم لهم حاجة، وبالتالي أنا كنت منفعلة أصلا. هي تراكمات نفسية كانت من الفترة اللي فاتت عن كل المشاكل اللي حاصلة في اليمن، وبالتالي خرجت امبارح بصدق وبعفوية أمام الجمهور. الجمهور كان منفعل جدا مع الأغنية. هم في ناس خطهم تقريبا قريب من خطي. لو احنا بنتكلم في مصر انا احب ان انا اعمل دي يوم 20. لو احنا بنتكلم في الوطن العربي احب ان انا اعمل مع الجسمي، احب ان انا اعمل مع سعد المجرد. الناس دي اسمائها كبيرة وعربيا واصلة ومؤثرين بشكل كتير كبير، وانا احب ان انا اشتغل معاهم. طب تجربة التمثيل، هل فكرت في دور التمثيل تشكل تمثيل مسرح أو سينما أو دراما؟ اتعرض عليا كتير. اشتغلت مسرح غنائي مع رحباني جروب في لبنان وفي دبي. انما انا ما بشوفش نفسي ممثلة تلفزيون، ربما في السينما اذا كان حاجة انترناشونال على مستوى عالمي. الناس بكت في الأوبرا، احنا عايزين نسمع حتة صغيرة كده الجمهور بدنا نيجي. هي فيها جملة اتكررت كتير، يعني كنا بنقول ورجعنا لحضنك يا أبية، يا حضن الأمة العربية، يا نخوة وحب وحنية، يا مصر يا مصر، حاجة زي كده.